اوكي، يا مساء الورد او صباح الخير عليكم وقت ما يكون التوقيت في مصر. طيب يا جماعه، انا اسمي نعمه ودي قناتي. طبعا عامله القناه ديت من سنين كتير قوي، يمكن من 10 سنين. آه من اول، لا مش من اول ما سافرت امريكا، لاني سافرت امريكا من حوالي 20 سنه. طبعا انا مقيمه هنا في امريكا. القناه ديت بعبر فيها عن اللي انا عاوزاه، حتى لو كانوا 50 واحد مش مهم. المهم ان انا لا بحب الله كبس ولا بحب الحاجات دي. المهم ان انا ده منفذ ليا. لو حبيت اقول رايي في حاجه زي موضوع بدريه طلبه. طبعا بما اني عاشقه للافلام الاجنبي، فبحب ممكن اعمل فيديو عن افضل الافلام اللي تحبوا تتفرجوا عليها، او ان انا اوريكم منظر جميل زي المنظر اللي انتوا شايفينه ده. دي اسكندريه من الاتوبيس السياحي. طبعا كلكم عارفين اسكندريه وجمال اسكندريه. انا عايزه بس اقول لكم حاجه يا جماعه. انا اول ما جيت البلد ديت، امريكا اقصد، مع اني كنت هموت واسافر زي اي حد عايش في مصر او عايز يسافر، يحسن دخله، يعيش افضل، او زي ما احنا يعني حاطين في دماغنا كده. طبعا انا اول ما جيت امريكا مش عايزه اقول لكم ان كنت بعيط بالدموع، عايزه انزل مصر. طبعا حياه مختلفه، كل حاجه هنا مختلفه، ناس مختلفه. حسيت ان انا كنت في حاجه وبقيت في حاجه تانية خالص. وساعتها حتى كنت بتصل بيهم في مصر واقول لهم على فكره مش كل اللي بيلمع ذهب. اي نعم، دلوقتي وبعد سنين كتير، يمكن انا دلوقتي بقى لي 20 سنه في امريكا، حاسه ان الوقت عدى وجرى، وزي اللي رجله بتغرس في حاجه ما يقدرش يطلع منها. الحياه مش هقدر اقول هنا ما كانتش حلوه، لا كانت كويسه، بس طبعا انا كنت بفتقد كل حاجه في مصر. عشان كده لما كنت بنزل مصر زياره كان ممكن اصور فيديو زي اللي انتوا شايفينه ده، علشان احطه معايا ويبقى للذكرى. اتفرج لما توحشني اسكندريه اتفرج على الفيديو ده. يعني كل حاجة فيها كانت وحشاني. نفسي أمشي كده في الشوارع، أروح على البحر، أطلع عند بتاع الآيس كريم أكل آيس كريم، أروح المحصرة أشرب عصير قصب. كل الحاجات دي وحشاني. فكنت لما بنزل